السلام عليكم. يعني أتحدث اليوم عن قصة أغرب من الخيال، ما صارت حتى بأفلام هوليوود. قصتنا اليوم نتحدثها اللي هزت الجزائر وأيضا أكثر المدن الوطن العربي. نتكلم اليوم عن شاب فقد بال98، يعني أواخر ال97 بداية ال98. شاب جزائري ما يتجاوز عمره 16 17 سنة بهذاك الوقت. أهله قلبوا عليه الدنيا، ما ظلت القنوات بالجزائر، كافة ولايات الجزائر دوروا على هذا الشاب فص ملح وذاب. تمام يا شباب. وبهذيك الأحداث يعني أذكركم بشيء اسمه كان العشرية السوداء. أحداث بالجزائر كانت، وكان في كثير مشاكل، والمهم يعني راحوا شهداء كثير بهذاك الوقت. فبقى الأهل وأقاربه استسلموا الأمر الواقع، فكروا أنه ممكن أنه يكون راح بهذيك أحداث العشرية السوداء. ولكن شوف، هو كان في عنده كلب، هو الشاب عمر عمران اللي اختفى. كان الكلب دائما يحوس او يدور حوالي يظل دائما جنب الدار، يعني اهل يعني صاحبه. امه الله يرحمها توفت بال 2007 من كثر ما كانت تبكي ومقهورة عليه، وكانت دائما تقول لأحفادها ولولدها إنه عمر عيش، يعني عدها قلبها إنه عمر موجود. الكارثة مو هون الكارثة، يعني شوف دوروا بكل الجزائر، ولكن الطامة الكبرى وين طلع مخطوف؟ كان مخطوف من قبل جارهم. نعم صديقي، يبعد عنهم 200 متر. تخيل إنه عمر كان يسمع أصوات أقاربه. نعم، شوف المأساة والفاجعة. كيف انكشفت صديقي؟ انكشفت من وراء أخت الخاطف كشفت انه صار بمنازعة بينها وبين اخوها على الورثة، بيت وارض. قامت ونزلت منشور على الفيسبوك وكتبت انه اخوي خاطف شخص موجود عنده بالبيت. الاهل مباشرة شافوا الفيديو المنشور تبع الفيسبوك، وراحوا بلغوا بولاية جلفة المخطوف، وقالوا انه كذا، وراحت بالفعل الشرطة والامن دور كذا بحبش، لقوهم بالفعل موجود داخل زريبة اغنام محطوط عليه القش، وإله اليوم مخطوف 27 سنة. هذا هو الشاب عمر عمران، نسأل الله تعالى انه يحفظه وحال قام يعالجونه. لكن الناس تسأل يعني شلون يعني مدة شي 27 28 سنة مخطوف؟ طيب ليش ما صرخ؟ ليش ما كذا؟ ليش ما كذا؟ يقول مصدوم. ايضا بكلام من الجيران انه هو هذا الخاطف اللي عمره 61 سنة انه يستعمل السحر والشعوذة. وكان عند يعني هذا في طفل اسمه الطفل الزهري بعالم الجن والشعوذة. في طفل اسمه الطفل الزهري ياخذ منه عينات من الايدين، يعني شغلات يستعملونها. طبعا هاي كلها قصص خرافية، ولكن على حسب كلام بعض الروايات ياخذ منه قطرات دم. كل ما بده يعمل لناس سحر وشعوذة ياخذ منه قطرات دم مشان يثبت به السحر. الحمد لله رب العالمين، الله يرحم ام عمر، وللاسف يعني كان الحمد لله رب العالمين صحيح رجع، ولكن بغصة انه خسر شبابه، يعني رجع عمره حوالي ال 45 سنة وامه توفت، ما فرحت بشوفته. يعني لازم هذا الخاطف لازم اعدام، هذا لازم يطالبون اهلنا بالجزائر وخاصة بولاية جلفة، لازم يطالبون باعدامه بالقصاص الفوري، لازم ما يتعدى الشهر يتحاكم مباشرة. الله يحفظ الجزائر واهلنا بالجزائر، والحمد لله على سلامة الشب. وشاركونا رأيكم، هل يعني السبب الرئيسي للخطف شو ممكن يكون؟ السلام عليكم.